أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا ترى من غير حب كان شكل الدنيا يبقى ايه؟ تخيل الناس كلها عايشة زي المكن، لا بتحب ولا بتحس ولا بتشعر ولا بتحلم. ما كانش الدنيا تبقى مكان محتمل. الحب هو روح الحياة، الحب هو أصل الخلق. ربنا بيقول إنه خلق الجن والإنس عشان يعبدوه. العبادة هي قمة الحب. حب ربنا للناس أولاً. لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش رضي إننا نعبده ولا كان خلقنا خالص. ربنا سبحانه وتعالى ما بيزيدش ملكه لما نعبده، احنا اللي ملكنا بيزيد، احنا اللي بنستفيد. اللي بيعصي ربنا هو اللي بيخسر، هو اللي بيضيع. لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش ادانا مجد اننا نعبده. تصور ان واحد يبقى عبد الله، هي دي قمة المجد. يعني ايه عبد الله؟ الكلمة دي كبيرة ومعناها مركب، مش كلمة بسيطة. مش مجرد ان الواحد يصلي ويصوم وبس، مش مجرد ان الواحد يقول احنا يعني بنرتكب ذنوب ايه، ده احنا غلابة. العبودية لله معناها انك تتحرك بالحب. الحب طاعة اولا، طاعة للي خلق الكون، طاعة للي بيرزق ويكرم ويحاسب ويرحم. مفروض ان الواحد يطيع ربنا في الصلاة والصوم والزكاة والحج. الحب مش طاعة وبس، الحب عمل. عمر الحب ما كان كلام. قد ايه يرخص الحب لو كان كلام؟ مفروض ان الحب يبقى عمل، عمل يغير شكل الحياة، عمل يخلي كمية الألم تقل في العالم، عمل يخلي الأحزان تنكمش، عمل يخلي الحياة أريح وأهدأ، عمل يخلي الدنيا أنظف وأجمل. النهاردة الحياة اتعقدت والدنيا بقت صعب. تفتكر ليه؟ علشان كمية الحب بتقل. في خيط رفيع بين الأنانية والحب. في الحب انت بتضحي علشان اللي بتحبه، بتضحي بسعادتك وروحك علشان هو يبقى مرتاح. الأنانية انك تضحي بأي حد علشان خاطر سعادتك انت. الأناني ما يقدرش يحب غير نفسه بس. يوم الأنانية ما تزيد في الأرض كمية التعاسة بتزيد. يوم الحب الحقيقي ما يزيد كمية الشقاء بتقل.
نفسنا كمية الشقاء تقل في الأرض، نفسنا الحب يزيد. مفيش عمل عظيم بيتعمل إلا وراه حب. الحب إن اتنين يبصوا في اتجاه واحد، الحب إن اتنين يبصوا لهدف واحد، الحب إن اتنين يبقوا واحد ويبقوا 100 كأنهم واحد. لو ما كانش الجيش المصري بيحب الوطن والشرف ما كانش عبر المستحيل. لو ما كانوش قدماء المصريين بيحبوا الخلود ما كانوش بنوا الأهرام. الحب بيقف ورا كل الأعمال العظيمة اللي بنشوفها على الأرض. لولا الحب ما كانش الأدب ولا الموسيقى ولا الفن. الحضارة نفسها بتتبني على الحب والحرية والثقافة والفنون والآداب والعلم. العلم من غير حب يبقى استغلال وتجارة ودمار. الدين من غير حب يبقى شكل وقشرة ومظهر. القوة من غير حب تبقى قسوة وظلم. الجواز من غير حب يبقى روتين وملل. العمل من غير حب يبقى كروتة ولكلكة. في الحب كل شيء بيتلون، بيبقى له معنى، بيبقى مفيش يأس، مفيش مستحيل، مفيش عوائق. مهما كان في عوائق بيبقى الأمل موجود. وجود الأمل أهم من وجود الحياة. مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض روتين خفيف كده زي ما انتوا شفتوا. هنغسل مواعين وهنعمل اكل. هنعمل ان شاء الله النهارده مكرونه بطريقه سهله جدا. اول حاجه هنجيب معانا كده حله نحطها على النار وهنحط شويه زيت. الزيت بتاعك على حسب كميه المكرونه اللي انت عاملاها. أنا النهارده هعمل معاكم مكرونه حبايه وحبايه، اللي هي المكرونه الصغيره دي. مكرونه يعتبر محمره. لو انت عايزاها محمره كامل حمريها كامله، عايزاها حبايه وحبايه ما بتتنكيش تحمرها للاخر يعني زي ما انتوا هتشوفوا معايا. بتقلبي فيها من وقت للتاني كده وهي تبدأ تلون معاكي. حطي كمية الزيت بتاعتك، ما تكتريش الزيت وما تقللوش عشان برضو المكرونة بتاعتك تتحمر معاكي كويس. كده المكرونة بتاعتي دخلت في التحمير زي ما انتوا شايفين. اللون دوت مناسب. عايزة تحمريها اكتر من كده ماشي، عايزة تخليها زي ديت ماشي برضو، ديت على حسب رغبتك انت. هي كده لونها كده كويس. هبدأ بقى احط عليها، اقطع لها بصلاية متوسطة وطماطماية برضو متوسطة واحطها عليهم واحط لها التوابل بتاعتي. لو انت بتتابعيني اضغطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو تشوفيني على الفيس اتكلي برضو لايك وتعملي متابعة عشان يوصلك مني كل جديد. حطينا كده البصل والطماطم وحباية واحدة مرقة دجاج ورق لوري ودي بهارات فراخ، وهبدأ اقلب فيهم يتشوحوا شوية مع المكرونة بتاعتي وابدأ احط بقية البهارات بتاعتي. طريقة سهلة جدا وهتعجبك ان شاء الله. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس. هقلب كده الطماطم بتاعتي والبصل والمرقة الدجاج. مرقة الدجاج بالطعامة وواحدتين ورق لوري كده. هيتشوحوا كده البصلايه دوبك تتشوح كده تدبل شويه هي والطماطمايه بتاعتي بتسكر المكرونه معايا. اول ما يدبلوا كده شويه معايا وتشوحوا هبدا احط بقيه المكونات. احط معايا الملح طبعا حدقي الحدق بتاعك زي ما انت عايزه، وهحط رشه فلفل اسود وهحط رشه كمون. البهارات برضو زي ما انا بقولك على حسب رغبتك. هبدأ كده اقلب برضو بقية المكونات. انا ما حطيتش الفلفل الاسمر والكمون من الاول عشان ما ينحرقوش.
واقلبهم كده، وهتشم ريحة جميلة قوي مع من البصل والحاجات ديت والطماطم والتوابل بتاعتك، هتلاقيها مديه المكرونة بتاعتك ريحة جميلة قوي. عندك شوربة بقى حطي، مش عندك شوربة حطي مية. انا عندي مية، حطيت مية وتقلبيها، والمية برضو بتاعتك يا دوبك تغطي المكرونة. طريقة سهلة قوي وهتعجبكم، جربوها كده ان شاء الله تعجبكم، وقولوا لي رأيكم فيها، واكتبوا لي في التعليقات. لو عايزين اي حاجة اعملها لكم اكتبوا لي برضو في التعليقات، وانا ان شاء الله اعملها لكم. ده كده المكرونة هغطيها بقى وتغلي، اول ما تغلي هوريها لكم. ده كده شكلها وهي بتغلي، بدأت تدخل في تتشرب يعني. اول ما تبدأ تتشرب معايا هبدأ اوطي النار عليها. يا رب تكون المكرونة النهاردة عجبتكم، طريقتها سهلة قوي، جربوها. وده كده شكلها بعد ما خلص كده، يعتبر بعد ما استوت مفلفلة معايا اهيت. ما تكتريش المية بتاعتك عشان تطلع معاكي مفلفلة وحلوة كده، وحطي عليها المكونات زي ما قلتلك هتعجبك. دمتم في امان الله، مع السلامة.